المصري طبعا الماتش في الجزائر هناك. الجزائر هناك برضو احنا كان المفروض يعني وكابتن سيد برضو نكتب تقرير ونقول اذا كنا تعرضنا لاي مشاكل، بس احنا يعني ما عملناش. بدات الصحافه الجزائريه طبعا التهييج والخرافات عن الموتى والجثث للجزائريين طبعا من القاهره والتعمد لسب مصر ورموز مصر، وطلعوا الصور لقتيل جزائري نايم كان يعني كان احنا يهود في غزه بنقتل في غزه، ونوع من الشحن هذا كله ليس له دعوه بكره القدم. يعني ده تخطيط وده له قصه سكه ثانيه خالص، وله ناس بتفكر ليس ملوش دعوه بالكوره، الكوره بريئه من كل اللي حصل ده. وتهييج وشحن الناس، والرئيس اتحاد الكوره الجزائري يطلع يتكلم كلام فارغ ومش معنى، والسفير هنا برضه شايف يطلع يقول لك انتوا يعني احسن لكم هتخافوا على الاستثمارات بتاعتكم في مصر. كلام ايه؟ كلام الجلوده. ايه الكلام الفارغ الجلوده سواء السفير يعني الواحد بقى ساكت عامل له اخوه جزائريين انا ولا لا، انا بره السياسه، انا بتكلم كمواطن مصري بحب بلدي وبحب وطني. يعني كفايه بقى خلاص، مش هتفضل مصر طول عمرنا نبقى احنا مع الاخوه الجزائريين. يعني عندنا الاخوه في الخليج بنحترمهم وعمر ما كان في مشاكل في ماتشات برضه التوانسه المغاربه، انما تركيبه الجزائر كده في حاجه غريبه، في حقد وغل ضد مصر حسيناه كلنا. وهذا مش كلام تقول لا ده كلامك، لا ده كلام يسال. كان في فنانين وكان في اطفال وكان في سيدات، كم من الناس اللي كانوا في السودان وكل واحد يجي يحكي لك قصه وتعرض لمشكله وتعرض لمهانه وذل. هو ده بقى اللي حصل. فلازم يبقى في وقفه يا كابتن خالد. استاذ علاء نقول لا. استاذ علاء انا حاسس انا ما اعرفش، انا دايما على برنامج معلش انا هتكلم بصراحه ويطلع مثلا كباتن محترم يقول لك انا معلش رغم كل ده انا بحب الكابتن روراوه ولا هو بتاع رئيس الاتحاد. بتحبوا بأمارة ايه؟ يعني معلش احترم الكابتن شوبير، بتحبوا بأمارة ايه يا شوبير؟ احنا هنطلع نحسس على الناس دي. امبارح برضه انا سامع مع احترامي المخرج خالد يوسف، لا دول مش الجزائريين وده الامن. احنا يا جماعه هنطبطب على الجزائريين؟ الله، احنا بنتهانوا واللي حصل هناك ده ما يتسكتش عليه يا جماعه. كفايه بقى يا استاذ علاء، لازم ناخد موقف. كفايه بقى خلاص كفايه. لازم مصر لها احترام، احنا مصريين راسنا فوق، مفيش حد يهنا ياخد على دماغه. انا بتكلم ماليش دعوه بالسياسه ولا بحاجه، انا بتكلم استاذ علاء يعني بجد والله انا سعيد بكلام حضرتك. ما فيش حاجه اسمها الكابتن ابراهيم حسن يتكلم كويس، انت اتكلم، الناس اللي بتتكلم هو ده كده كفايه. اللي يغلط فيه، مش هنقعد بقى نطبطب ونحسس. كفايه. احنا زهقنا من المواضيع دي خلاص. تحترمني احترمك، انما اللي يحصل في السودان هناك ده من الجزائريين ده غير مقبول بالمره. مفيش مصر يقبله. مصر يا استاذ علاء اغلى من اي حد. طبعا لا يقبل يطلع الجزائري يقول لك السفير الجزائري في حد قال له خلي بالكم عشان انتوا كده الاستثمارات المصريه هناك الاستثمارات بيخرب يقول لي السفير. استاذ علاء انا عايز اقول لك ان الاستاذ نجيب ساويرس من 3 ايام طلع عمل مؤتمر صحفي قال انا خسائري 10 مليون، طلع وزير الماليه ثاني يوم قال انت عليك 600 مليون دولار ضرائب. طب ده يعني ده شيء ايه؟ انا عايز افهم. طبعا ده تلكيك اتلككوا له، يعني الراجل راح يستثمر هناك وفاتح وبيشغل وبيعمل، ما بقول لك ده بيقول لك على يعني اللي جواهم كله حقد وغل، ومفيش الحب ده مش موجود. للاسف الشديد يعني. استاذ علاء كشعب نقف بقى ناخد وقفه، لا احنا ما نقبلش كده. استاذ علاء جثث ايه؟ الخارجيه بتاعتهم هنا السفاره طلعت ريبورت ان في جثث، وقالوا لنا ايه الجثث ايه؟ انتوا بتهيجوا الناس. فين جثث وموت؟ ده انا بحيي الشعب المصري وبحيي، انا كنت في الاستاد في ال 80-90 الف اللي كنا هناك. كابتن خالد مفيش ورقه اترمت في الاستاد. انا كنت موجود في الاستاد يا استاذ علاء. وبتشجع الفرقه وبمنتهى الاحترام والحمد لله كسبنا وكان ماتش جميل وخرجوا بمنتهى الاحترام، ما حدش عمل حاجه. ده كله تلكيك. وبعدين الحقد انا اقدر افهم، مش انا عذرهم. في نوع من العقده مصر، الحقد والغيره من مصر لاسباب كتيره في مجالات كتيره. هنعمل ايه؟ معلش نصيبهم كده. هنعمل ايه؟ يعني معلش نعذرهم يعني. استاذ علاء يمكن اكد الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضه الجزائري، قال جيار في تصريحات الاذاعه الحكوميه يوم الخميس ان الجزائر استحقت تأهل المونديال، مشيدا بالتصرف المثالي للمشجعين الجزائريين في العاصمه السودانيه قبل واثناء وبعد المباراه. ده وزير الشباب والرياضه بيشيد بالتصرف المثالي اللي هو ضرب المصريين. تصرف مثالي؟ لا برافو عليك. هو مش عارف بيتكلموا الجماعه دول يعني. هل التصريح ده يعني هو بيتكلم فيه هو في وعيه ولا مش في وعيه؟ مش عارف الناس دي. ما هو اي كلام بقى كابتن خالد، ما احنا كلنا هناك بقى. اي كلام بقى، كل واحد طلع اي تصريح وتهديد يقول لك الاستثمارات في مصر، هو هتخوفونا يعني. اداء ايه يعني؟ ما احنا كلنا كنا شفنا فين الاداء. وده مش جمهور الجزائر، ده مش جمهور الجزائر بتاع الكوره، مش ده جمهور الجزائر بتاع الكوره. جمهور الجزائر بتاع الكوره اللي بنشوفه على عيني وراسي، انما اللي كان في السودان ده مش جمهور كوره. دول مرتزقه، وللاسف شويه سيع وشويه مرتزقه جايين كلهم بسنج ومطاوي، وحتى حد من اللي معانا جاب لي عصايه بتاعت العالم وحاطين فيها مسامير. احنا فين يا جماعه؟ احنا فين ده؟ احنا
احنا ده في ادغال ولا جاي رايحين نلعب مباراه؟ ولازم الفيفا لازم احنا نكتب وهنقدم الفيفا بس مش تيجي ماتش ولازم يكون لنا موقف يا استاذ علاء ضد الفيفا لو ما خدش قرار مع 5 سنين. لازم الفيفا بقى ونبقى احنا لنا موقف. لا شوفوا بقى نتيجه المباراه دي والارهاب اللي التعارض والضغط اللي اتحطت فيه اللعيبه والجماهير قبل بعد المباراه. يعني لازم يبقى في وقفه يا كابتن خالد صراحه، لان كفايانا بقى. انا اول مره اتكلم في البرنامج بس الواحد خلاص عشان راح وشاف وعلى اخره خلاص، يعني حرام. ما ينفعش احنا كمصريين نفضل كده، لازم بقى نقف ونقول كفايه. استاذ علاء انا الخط ده وتقرب جنب كرامتي كمصري وكده، انا متاسف هديك على دماغك. كفايه بقى الدنيا، وكفايه بقى اللفظ بالعروبه. العروبه هو اللي يحترمني يا استاذ علاء. لا عروبه بس انا مع اللي شفناه من الجماعه الجزائريين هناك دول ما تقوليش بقى ويطلع واحد يقول لك بس معلش وندي ورده لكل حاجه وبعد كل ده برضه انا هشجع الجزائر وانت هتشجع. يا جماعه بس نصحى شويه، هم ماسكين علينا ذله. هم ماسكين علينا حاجه عشان نقعد نطبطب كده هنطبطب لغايه امتى يا جماعه؟ ما ينفعش. ما عندنا الاخوه في الخليج بنلعب ماتشات معاهم في السعوديه وفي الامارات ومنتهى الاحترام ومنتهى الذوق والاخلاق وناس على اعلى مستوى. يعني ما علاقتنا كلها مع كل الدول في الرياضه حاجه تفرح. الا الحته دي دايما من وانت عارف يا عنابه وكلكم اسال كل الرياضيين بتوع كره اليد والقدم وكل ماتشات في الجزائر بيعملوا فينا ايه؟ بنتضرب وطوب وبنتبهدل وبنتشتم والامن بيضربنا هناك وبنسكت بقالنا سنين. هنفضل لامتى مشاكلنا ومنتخباتنا مع الجزائر المشاكل دي وبنسكت؟ ما ينفعش يا كابتن، ما ينفعش. استاذ علاء قلت عليك بس انا لا انا ما طلعتش، انا سعيد بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا اتشرف ان الرئيس هو محمد حسني مبارك، واتشرف ان انتوا اولاد الرئيس، واتشرف ان انت مصري يا استاذ علاء. بس انا بتكلم طبعا، بس بتكلم بصفه شخصيه. انا بتكلم انا عارف مبارك شاب او يعني شاب ومواطن مصري. شكرا يا استاذ علاء. كواحد مصري، مش بتكلم كابن رئيس جمهوريه ولا انا عارف يا استاذ علاء، وبشكرك على شعورك الطيب ده، واعتقد ان انت كلماتك دي كانت جوه كل قلب شاب مصري وفتاه مصريه وسيده ورجل وطفل.